اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. البانيه بقى وجمال البانيه طلبتوه مني كتير. النهاردة هنحضره مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وهيطلع معانا مقرمش وذهبي وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنحضره ازاي مع بعض. في البداية حبايبي هنحضر التتبيلة مع بعض، ودي تتبيلة البانيه ل2 كيلو. يعني لو هتعملي كيلو هتستخدمي طبعا نص الكمية. دول 3 طماطمات ضربتهم كويس جدا جدا في الخلاط مع نص كوباية من المية. ودول مية بصلتين، طبعا لازم تكون مصفية البصل قبل ما تحطيه على التتبيلة. بحط بعد كده زبديتين كبار، مهم جدا جدا وبيخلي البانيه جوسي معاكي وطري، والأنسجة بتاعته مش ناشفة خالص. بنزل برضو بعصير ليمونة. التوابل عندي عبارة عن معلقتين صغيرين، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر. هنقلب بقى التتبيلة كلها ديت مع بعضها. دول 2 كيلو من البانيه، غسلتهم زي ما قلت لكم قبل كده بليمون وملح وسكر، وطبعا لازم هتصفيهم. لازم تقطعي البانيه بتكون القطعة متوسطة، مش رقيقة ولا سميكة. ليه؟ علشان تستوي معانا صح. هنبدأ بقى أنزل البانيه في التتبيلة. طبعا مش هنشتغل فيها إلا بعد 4 ساعات على الأقل، بس عموما بسيبها أنا بصراحة يوم كامل. نحضر بقى الكفر الخارجي ده مع بعض، وهو عبارة عن ايه حبايبي؟ بقسماط ناعم، كوبايتين من الحليب، بحط عليهم نفس توابل البانيه اللي حطيناها قبل كده، وهقولها لك برضك: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. طبعا فات يوم كامل على البانيه في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. هنصفي البانيه من التتبيلة ونبدأ بقى حبايبي نشتغل فيه. باخد بقى قطعة البانيه احطها في الخليط السائل بتاع الحليب. بعد كده بننزلها في البقسماط. نصيحة ضرورية جدا جدا خلي بالكم منها: لازم تكبسي البانيه كويس جدا جدا في البقسماط. ليه؟ علشان ما ينطرش منك. نبدأ بقى ندخلها الفريزر لمدة نص ساعة. بعد كده هنجيب بقى الزيت بتاعنا على درجة حرارة متوسطة، هننزل فيه البانيه، وأول ما الطرف بتاعه يحمر هنبدأ نقلبه على الوش التاني. ما تفضليش تقلبي فيه وهو طري. وده البانيه بعد ما خلص خطير جدا جدا والله، وزي الزبدة. ضروري تجربوه، وواثقة ان هيعجبكم ان شاء الله. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات الجميلة وتعليقاتكم الأجمل اللي دايما بتسعدني، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.